بحضراتكم أولى فقراتنا النهاردة، ملف الصناعة وتوطين الصناعة. الحقيقة أنه منذ أيام قليلة انطلقت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعات، واللي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد، وده طبعا كان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة أنه شارك في المؤتمر مجموعة كبيرة جدا من عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب والعرب، وممثلو الشركات والدولية وأعضاء الغرف العربية للصناعات والتجارة المشتركة، وكمان ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية ورجال أعمال ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء أعضاء الغرف الصناعية والمجالس الاستثمارية، وكمان ممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. والحقيقة إن الملتقى والمعرض الأول للصناعات ده جاي في وقت يعني مهم جدا، وقت فيه تحدي كبير، تحدي اقتصادي كبير جدا نظرا لكل الأحداث العالمية. عايزين نعرف الأول مفهوم توطين الصناعة، وده أول سؤال لضيفي اللي مشرفني النهاردة، أستاذ دكتور أحمد البيلي، خبير الصناعة والتنمية المستدامة. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. الصناعة وتوطين الصناعة، كلمة التوطين بين قوسين، وهل ده بينسحب على كافة الصناعات ولا صناعة دون غيرها؟ بداية اللهم أدم علينا نعمة مصر أم الدنيا وسيدة الأوطان. آمين. عشان نشرح كلمة توطين الصناعة ونعرف قيمة المبادرة اللي تمت، لازم نقول إن في العالم بيمر بأزمة طاحنة. الأزمة دي أثرت علينا طبعا بالسلب زي ما أثرت على العالم كله. فإحنا قدامنا حل واحد. إيه هو الحل؟ إن إحنا نقلل فاتورة الاستيراد ونزود الصادرات بتاعتنا. احنا بالفعل في خلال 6 شهور اللي فاتوا زادت صادراتنا من 52 مليار ل 64 مليار بالتقريبيا يعني. احنا المستهدف نوصل ل 100 مليار. طب ليه المبادرة وليه كلمة توطين الصناعة زي ما حضرتك قلتي؟ انا النهارده الحل بتاعي عشان ازود الصادرات ان انا اوطن صناعات جديدة في مصر اللي هي بنسميها الصناعات المغذية. ان انا النهارده ما ادورش على ان انا اعمل المنتج النهائي، لا انا ادور على ان انا اجيب المستلزمات اللي بتعمل المنتج النهائي. بالظبط، لان انا اكتشفت ان انا في ازمه حقيقيه. ازمه يعني حقيقيه النهارده ما فيش فرده كاوتش العربيه، ما فيش سلك، ما فيش لمبه، ما فيش وكلها صناعات علف لحيوانات. ايوه. وكلها صناعات بتاثر بالسلب على المواطن المصري بل على المواطن في العالم كله. طب انا هدي مثل بسيط جدا حضرتك. احنا بقالنا 5 سنين الاول على العالم في انتاج التمور، ودي طفره ما كناش يعني نحلم بيها. مصر تبقى الاولى على العالم في انتاج التمور، ولكن احنا نمره 5 على العالم في التصدير. ليه؟ أيوة. لان احنا ما عظمناش المنتج بتاعنا، ما وصلناش بالمنتج بتاعنا مع انه منتج كويس جدا واعلى نسبه انتاج في العالم، لكن ما وصلنالوش ان هو الباكينج الصح، التنويع في المنتج. انا النهارده هو بطلع تمر كويس جدا، لكن ما بعرفش ابيعه لانه محطوط في علبه 20 كيلو. النهارده المستهلك او المواطن اللي في اوروبا مش هياخد 20 كيلو تمر، ده هو عايز 1 أو 2 أو 3. فانا النهارده اما ببتدي اشتغل على دي بقى الصناعات اللي احنا عايزين نعملها، ابتدي ان انا اوطد أو صناعات تبيع لي المنتج بتاعي اللي هو اوريدي عنده كويس. النهارده الرئيس من 5 6 سنين اما قال مفيش مواد خام تتصدر من مصر. صحيح. عملنا الرمله البيضاء وعملنا الرمله السوداء وعملنا الكلام ده كله. النهارده بقى بتحولي الحاجه بعد ما كانت جرار الرمله البيضاء ده كان بيخش المينا، كل اللي بتاخده الحكومه المصريه كارته ب 100 جنيه. النهارده بنبيعه بالشكاره ب 25 دولار. فحسبه ما ينفعش تتحسب، اكبر من انها تتحسب بكتير جدا. احنا عندنا مواد خام هائله، لكن ما عندناش امكانيه ان احنا نحولها لمنتج نبيعه افضل ما نبيعه خام. كمثل بلدي بسيط جدا حضرتك، الفلاح النهارده بيزرع الرز بيبيعه بالطن، طن الرز سي ب 1000 جنيه، لكن هو لو ضربه في مكنه الطحين اللي في القريه هيبقى ب 1600. لو وداه المضرب اللي هو اللي بيحط الكومباون الكامولينا وبيضيف عليه منتجات بقى ب 2000 جنيه، لكن لو انت رحت اشتريتيه كيس فرق تماما بقى ب 5000 جنيه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا عايزين نعظم المنتج بتاعنا، عايزين نعمل صناعات تكميليه عشان نكمل المنتج النهائي. انا النهارده عندي صناعه سيارات وصلنا ل 70 و60% منها، لكن ما عنديش مصانع مغذيه كتير. فكان لازم المبادره دي ليه النهارده؟
انا بقول للمنتج الصغير اللي هو محدود، اللي الشاب اللي طالع اللي لسه امكانياته الماديه على قدها، تعالى انا هسندك، انا كدوله هسندك، انا كدوله هشاركك. طب انا هنا انا كدوله هسندك هديلك فلوس تبدا بيها، هقول لحضرتك ولا هسندك؟ ما هو انا كده يبقى انا ما عملتش حاجه. عفوا بس لحظه واحده اقول وجهه نظر. يعني انا دلوقتي زي ما حضرتك بتقول احنا الاول في انتاج التمور ورقم 5 في التصدير. انا هنا هعمل ايه الرؤيه الجديده اللي بتقدمها الحكومه علشان اتنقل من المربع الف او المربع ب لان انا اكون في المربع الف؟ ايه الخطه الجديده اللي انا هطور بيها نفسي؟ ما هو انا كده بقول لك تعالى اشتغل وانا هدي لك فلوس. طب ما انا بشتغل بنفس الاليه القديمه. مش هدي لك فلوس، او هدي لك او هساهم باي شكل ايا كانت المبادره. لكن انا ايه المخطط الجديد انه انا انتقل من فكره ان انا طول الوقت ده انا واقف علشان احنا واقفين الاستيراد فبالتالي انا مش عارف اعمل عشان انا محتاج الماده الخام دي. لا ده انا واقف اصل ده كنا بنستوردها من كذا ففي ظل الازمه كذا. لا ده انا واقف علشان سعر الدولار ارتفع وانا كنت بجيب. امتى هتخلص من الكابوس على ده؟ 4 محاور. التوصيات المؤتمر طلع 4 محاور. كلام منطقي جدا اللي حضرتك بتقوليه، والحل موجود قوي. انا مش هدي فلوس. انا النهارده بقول انت عندك الفكره وما عندكش ارض، انا هديك ارض بحق انتفاع. يعني ايه حق انتفاع؟ يعني انت مش هتدفع غير زي ايجار، ولكن حاجه بسيطه جدا. طول ما انت شغال الارض معاك. راجل ما انتش شغال ما فيش حاجه، بعد ما كانوا بياخدوا الاراضي وتتباع بعد كده ومجرد انها ايه تسقيع. يبقى انا قضيت على الحته دي. الثانيه انا عندي فعلا منتج او مصنع ولكن ظروفه الماديه متعثره، ده انا هقف جنبه ماديا او اشوف خلله عنده ايه، عليه اقساط هحاول ان انا اجيب له مكان، عليه ايه عنده مشكله في سيستم الشغل هديله الابحاث اللي تقويه، هديله الافكار اللي تنفعه. طيب عندي حد ثالث عنده مشكله في تعثر مادي كان او في مخالفات او في تراخيصه مش مساعداه انه يحصل على قروض من البنك او ان هو يصدر او اجي النهارده اشوف مشاكله في ايه وابتدي احلها له. اجي رابع حاجه في 5 سنين من الضرايب، ده تشجيع. ودوله رئيس الوزراء قال امبارح ان في 3 سنين اعفاء من الضريبه العقاريه، ده برضو عشان نشجع المصنع. اهم حاجه بقى ان انا هسوق له. هو ده اللي انا كنت اقول لحضرتك. اهم حاجه ان الدوله كدوله هتبتدي تسوق للمنتجات بتاعتها. ازاي؟ النهارده ما تعرف حضرتك ان كان في الاجتماع ده في التوصيات النهائيه في 30 مستثمر مصري ومعاهم 20 مستثمر اجنبي جايين يستثمروا معاك. الاجنبي النهارده مش هيجي غير هو شايف امن وامان، غير هو شايف طرق، غير هو شايف مواني، غير هو شايف طاقه، غير هو شايف غاز. احنا النهارده قبل ما نقول ابدا وقبل ما نقول ان احنا نطور الصناعه، احنا عملنا كل المستلزمات البنيه التحتيه اللي هتأهل الصناعه. عشان الناس اللي كانت بتقول لي انا هاكل طرق وكباري، هتاكل طرق وكباري. انت النهارده لو عملت مصنع في بني سويف، حضرتك انا ليه بقول بني سويف؟ لان شركه سامسونج العالميه طلعت اول تليفون انتاج مصري يوم 25 اكتوبر من مصنعها في بني سويف. بني سويف في صعيد مصر بقى فيها مصنع تليفونات من اعلى الماركات العالميه. وكلامي ده يتراجع، يعني لو حد شك في كلامي يسال ويعرف. النهارده التليفونات نازله ميد ان ايجيبت، المصنع في بني سويف، ونحط تحتها 20 خط. انا النهارده عملت انتاج في الصعيد، صعيد مصر، شغلت عماله في صعيد مصر اللي طول عمرها مهاجره من الصعيد. النهارده الناس اللي جت من الصين ومن اليابان راحت بني سويف، راحت عشان في اكبر محطه طاقه كهربائيه في العالم في بني سويف. راحت عشان في طرق بتطلعك من بني سويف على العين السخنه ما بتاخديش في ايام زي ما كانت بتحصل. راحت عشان في مواني، راحت عشان في كهرباء، راحت عشان في امن وامان. انا النهارده وفرت للصناعه المصريه كل المستلزمات انها تنجح. باقي ايه؟ باقي ان انت شاب مصري تفكر انك انت تشتغل، وانا هدعمك. انا بقول لك انا هشاركك عشان ما تخافش، انا هشاركك عشان اكون سند ليك، انا هشاركك عشان اسوق لك، انا هشاركك عشان اعمل لك معارض في كل دول العالم، انا هشاركك النهارده عشان ما تفكرش بس ان انت تبيع منتجك في مصر. انا الهدف الاول ان انا اغني المصري بالمصري. يعني انا ما عادش اروح ادفع دولار وانا اعمل حاجتي هنا. نشيل عقده الخواجه بتاعتنا نجيب كل حاجه من بره، لا نجيب من مصر. زي ما النهارده في اعظم المتاجر في نيويورك القطن المصري بيفتخروا كاتبين قطن مصري. بمناسبه القطن المصري، الدوله لما تخلت عن دورها شويه في فتره انه قالت سمحت للفلاح انه هو يصدر المنتج بتاعه او يوزع او يبيع المنتج بتاعه من القطن على سبيل المثال، حصلت كارثه كبيره جدا طبعا. جدا جدا. على هامش الحلقه بقى مادام جبنا القطن، الفيوم 1000 فدان استصلحوا بالفعل لزراعه قطن. اكبر محلج في الشرق الاوسط اتعمل، اعاده بناء مصانع غزل المحله 465 مليار جنيه مصري
معدات جايه من استراليا ومن اسبانيا، هيبقى اكبر مصنع غزل ونسيج في الشرق الاوسط المحله. العماله بتاعت المحله بتتدرب النهارده بره على المكن اللي جاي جديد. هنعمل طفره في صناعه الغزل والنسيج، نرجع تاني ايام ما كنا احنا نمره واحد في العالم. ده كده على هامش الكلام عشان بس الناس تعرف. اللي بيقولوا احنا نهتم بالصناعه ونهتم بالصحه وسيبنا من الطرق، لا، كله بيوصل لبعضه. كله في الاخر المنظومه واحده. صح. فلازم اشتغل في، هي دي بقى صحيح. التنميه المستدامه. مستدامه يعني ايه؟ يعني انا لازم اعمل الطريق اللي هينقلني وينقلك وينقل ابني بكره وينقل ابني بعد بكره. صحيح. ولازم وهو اعمل زي ما حضرتك بتقول المستثمر هيجي علشان هو هو حضرتك لازم مش هيرمي فلوسي انا، ولا هدخل انا بفلوس غير لما يكون انا دارس السوق ده كويس وعارف ان السوق ده ينفع ان انا استثمر فيه، بلس انه في بنيه تحتيه هتساعدني زي ما فندم. حضرتك قلت. هو الصين النهارده لما بتيجي تعمل مصانعها في مصر، هل هي دوله ساذجه؟ هل هي دوله مش عارفه انها تستثمر؟ النهارده انت عارف حضرتك، انت في مصنعك هنا النهارده المصانع اللي بتعمل في بني سويف وفي شرق التفريعه وفي المحور بتاع قناه السويس بتوفر للصين ايه؟ اولا احنا بنوفر لهم 35 يوم نقل عشان نروح افريقيا. انت تروح افريقيا في 5 ايام تلف فيها. يبقى انت المنتج بتاع اللي بيتصنع في مصر هنا النهارده يلف افريقيا في 5 ايام بدل 35 يوم من الصين. عشان يجي. عايزين ذكاء بقى يعني عفوا في المقاطعه. انا لما هوفر اللي حضرتك بتقول عليه ده، انا هوفر 45 يوم ولا هوفر كام؟ هنوفر حوالي من 35 ل 40 يوم. من 35 ل 40 يوم. ثمنهم ايه؟ ايوه، ما انا بقول لحضرتك النهارده العائد ده هيدخل على مصر ازاي؟ الصين جايه لك هنا ليه؟ جايه لك هنا عشان انت عندك زي ما قلنا الامن والامان، وعندك الارض، وعندك الايدي العامله الماهره والكويسه واللي بتاعت شغل فعلا للي عايز يشتغل، وبنكررها تاني للي عايز يشتغل. صحيح. وعندك النهارده احنا في ظل اللي حصل اقتصاديا والكلام ده، فاحنا برضو العمله بتاعتنا قلت شويه قدام الدولار، فدي بتخلي المستثمر عنده حاجه كويسه ان هو يجي. ليه؟ لان فلوسه هتبقى بمبلغ كبير هنا. فهو كده هيبقى فعلا بيستثمر. وفعلا يعني انا بتكلم ايه بالبلدي شويه عشان الناس تبقى فاهمه المقصود ايه. مش عايزين نقول معادلات ونقول تفاعلات وكلام من ده، لا احنا بنقول حاجه واحده، بنقول ايه؟ ان النهارده انت كمستثمر جاي مصر، لان انا فلوسي هتبقى كتير قوي هنا، لان هنا في ايدي عامله، لان هنا في امن وامان، لان هنا في عامل بتاع شغل فعلا. وحضرتك لو رحت المنطقه الحره في بورسعيد وشفت مصانع الملابس هناك، مصانع الملابس هناك كلها بتصنع شغل اللي بيتباع في امريكا، ومكتوب عليه ميد ان ايجيبت، واللي مصانع كذا، مش عايزين نقول ماركات، في امريكا. او حضرتك النهارده المنطقه الحره في الاسماعيليه بتاعت الملابس، كل اللي بتصنع فيها رايح لندن. كل البراندات العالميه في الملابس بتصنع ملابسها في مصر النهارده. النهارده لما يجي لك، لا هو بيصنع في مصر لانه بيعتبرها ارخص. طبعا، انا ما عنديش مشكله. انا عايزه اترجم ده، ما هو يا دكتور انا عايزه اترجم ده لخدمه الصناعه المصريه وانه انا استفيد يا فندم. ما هو النهارده هو ما بيعمل مصنعه هنا، اللي هيشتغل فيه مين؟ ما هيشتغل فيه المصري. مصريين. هيشتري كهرباء منين؟ من مصر. هيشتري غاز منين؟ من مصر. هيبيع جزء من منتجاته فين؟ في مصر. انا شغلت ايد عامله، وبقت ايد عامله النهارده اتدربت. النهارده هو داخل المصنع لسه ما يعرفش حاجه، بعد سنتين ممكن يبقى هو عنده مصنع. يبقى انا دربت العماله بتاعتي ودربتها على احدث التكنولوجيا، وعرفته ازاي الصناعه بتبقى ناجحه. وعلى فكره احنا عندنا امثله كتيره جدا، بس هو الشباب بتاعنا عايز الانطلاقه. وعايز اقول لهم حاجه بمناسبه المؤتمر ده، احنا عندنا 22 مليون نسمه من حوالي من 9 ل 11 دوله في مصر. سوريا، على العراق، على السودان، على كل دول افريقيا هنا. مين فيهم اشتكى؟ لا هم شغالين ما شاء الله كويس جدا. ده للاسف يعني شغالوا مصريين. طب انت بقى فين يا مصري؟ انت فين؟ انت في بلدك. ده الناس كلها جايه تلجأ لك انت عشان عندك امن وامان وعندك استثمار وعندك كل حاجه. قوم انت بقى اشتغل. سيبك بقى من قعده القهوه، وسيبك من ان بابا هيعمل لي وان الدوله ما جابتليش شغل وانا اعمل ايه. لا، اشتغل انت، اطلع كافح زي السوري اللي جاي هنا وعمل شغل، وزي العراقي اللي جه هنا وعمل شغل ونجحوا، وزي الاخوه بتوع افريقيا اللي النهارده بقوا مسيطرين على التجاره في العتبه. النهارده سوق العتبه كله بقى فرقه حضرتك، بيشتغلوا في كل حاجه وبادئين من تحت الصفر. ما اشتكوش وما قالوش البلد عملت لي ايه، وما قالوش احنا عملنا ايه والحاجه غاليه ولا حاجه. احنا يا فندم شعب مدخر طول عمره. ما فيش واحد فينا عنده في بيته 10000 جنيه. احنا يا اما جالك 10000 جنيه بتجدد العربيه، يا عايزه تجيبي شاليه مش عارف فين. كلنا على الاقل. طب اللي قاعدين على القهوه دول قاعدين على القهوه ليه؟ عشان هو مش عايز يشتغل. طب ما حضرتك تيجي نعمل كده دراسه ونشوف كام الف مصنع في مصر طالب عماله. اتفضل. كم الف مصنع في مصر مشكلته العماله. حضرتك تروح المنطقه الحره في بورسعيد كده تلاقي يوجد محتاجين عماله في مصانع كذا ومصانع كذا ومصانع كذا. يا فندم المشاريع الكبيره كلها مشكلتها في عجز عماله.
الشاب المصري اللي بيتخرج من جامعه هو متخيل انه يبقى مدير بنك، فعايز يقعد في التكييف. واي كليه عامه كانت، يعني هو مش عايز يبتدي، هو عايز يبقى في النهايه، هو عايز يركب عربيه ويبقى تكييف وبتاع وراح وجه، لكن يشتغل ويبتدي من تحت السلم مفيش حد عايز يبتدي. دايما احنا رافضين البدايه وبنتكلم في الاخر. المؤتمر ده معمول ليه؟ عشان انا اشجعك تبتدي. طيب. على فكره في مشاريع صغيره جدا وممكن تتحول بصاحبها. يعني احنا النهارده لو فكر يعبي تمر، يعبي 3 تمرات، خليني اقول لحضرتك فكره بسيطه جدا، يعبي 3 تمرات في كيس وابتدي وزعها على السوبر ماركت. مش دي احسن من بسكوته باكلها الصبح وفيها سنه ان انت خدت 3 تمرات؟ ودي ممكن تتوزع في رمضان صدقه، وبقى عنده مصنع. ممكن بعد كده بقى ال3 دول يبقوا في باكنج حلو تروح دول اوروبا كلها، لان البلح ده حاجه كويسه جدا هناك. طيب، يعني انا خليني اقول ادي مؤتمر، ومؤتمر مهم، ومؤتمر بيشرفه بالحضور رئيس الدوله، فمعنى كده انه انا بتكلم على مستوى سيادي كبير. طبعا. ايه هي الخطط اللي وضعت علشان اشوف انا يهمني الصناعات اللي قاعده في اماكن كتير وفي مدن وفي محافظات مهمه جدا، وانا يمكن ذكرتها في المقدمه، ازاي اعود بفكره التصدير للمنتج ده؟ ازاي انا اشوف الستات اللي قاعده بتعمل كليم واقدم لهم خريطه محترمه، انا هاخد منكم ده مقابل 1 2 3، او انا هعمل لكم معارض بره بدل ما انا قاعده. هي دي دور الدوله المصريه في فتح. طب عملنا ايه بقى؟ خلينا يعني خلينا عمليا اكتر. البدايه بقى ان احنا هنبتدي نسوق لصناعاتنا او لمنتجاتنا خارج مصر. دي نمره 1. نمره 2، ابتدي اشبع السوق المحلي بالمنتجات عندي عشان اوقف الفاتوره الاستيراديه. ده المهم عندي. المهم عندي ان انا اوقف الفاتوره الاستيراديه، مش كل حاجه تبقى مستورده. حضرتك لو تعرفي ان النهارده بتجيبي مكياج ب 9 مليار دولار في السنه، بتستوردي اكل قطط وكلاب ب 21 مليار في السنه، بتجيبي اسماك مملحه مش عارف ب 3 مليار في السنه، بتجيب ايس كريم ب 5 مليار في السنه. احنا ما عندناش ايس كريم؟ لا، ما لازم اوقف النزيف ده. ما هي دي عمله صعبه حضرتك بتطلع بره، وانا بدفع ثمنها وحضرتك بتدفع ثمنها والمواطن الغلبان بيدفع ثمنها. لازم اوقف تماما الكلام بس ده. في شعره ما بين الاثنين دكتور، خليني بس نكون برضو حياديين جدا. حضرتك بتروح تشتري قميص صناعه مصريه جميل جدا، والماده القطن رائع جدا، بس دايما في مشكله، دايما عنده حاجه، وبعدين تروح تجيب حاجه تانية من بره من المستورد، هتلاقي الفينش بتاعه افضل والطف والكلام ده كله. طيب انا ازاي يبقى عندي كل المنتجات ده وانا عيني تروح على ده، تروح على المنتج ده؟ يعني في وسط او في ظل الاختيارات الكتير اللي موجوده، انا اختار المنتج بتاعي لقيمته لاهميته، مش لضعف فلوسه. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه ممكن تكون مفاجاه. يعني كل برندات الملابس في مصر تصنيع مصري. كل برندات الملابس العالميه في مصر تصنيع مصري، مصانعها في مصر. ايوه، الخطوط موجوده لكن هم عندهم والمصانع الكبيره موجود هنا. الرقابه الصارمه. ايوه. عندهم مراقبه الجوده الصارمه. ايوه. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا دايما بنفكر ننهي. عندنا شغل اللي هو الفهلوه الزايده عن اللازم. تمام. دي لازم ابقى دي دورات هتتعمل لكل الشباب اللي هم عاملين مصانع. لازم افهم ان انا نجاحي في جودتي، مش نجاحي في ان انا افرح بان انا ببيع. ما انا ممكن ابيع اول سنه وبعد كده خلاص ما عدتش بايع. احنا كنا زمان بنشتري الحاجه المصري من بره واحنا مش عارفين انها مصري. انا حصلت لي، انا اشتريت بدله من بره من دوله بره ورجعت القاهره لقيتها فتيه المحله. حصل معايا. لان بتاع التصدير اللي بيطلع للتصدير من مصر الباكنج بتاعه عالي جدا، الفينش بتاعه عالي جدا، عليه مراقبه جوده صارمه. لكن اللي بينزل السوق المحلي التعبان. احنا عايزين نغير الفكره دي. أيوة. احنا عايزين نقول للمواطن المصري ان انا هنزل لك اجود من اي حاجه تانية، وانت احسن من اي حد تاني، وانت المقدم على اي حاجه. المانيا بتقفل الدنيا قدام اي حد تاني في الموسم السياحي بتاعها علشان الالمان يستمتعوا، عشان الالمان. انا كمان لازم يبقى عندي في كل ده انه انا عيني على السوق المحلي، والسوق المحلي كبير جدا. احنا بس عايزين نقول للمواطن المصري عينك بقى على بلدك. اعرف تماما ان انت ما بتشتري حاجه مصري، انت بتوفر لنفسك قبل ما بتوفر لبلدك. وبعدين يا جماعه احنا ما كنا زمان بنلبس الباتا وبنركب نصر ومفيش الا كده. هو لازم يبقى مفيش الا كده عشان نقف جنب بلدنا؟ صحيح. لا، هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه يبقى الاختيارات كتيره، وانا بفضل ان ده حاجه جودتها عاليه جدا انا اللي اختارها. بعدين انا هقول لحضرتك حاجه بقى من نزع ديني شويه، ودي في كل الاديان. هو انا النهارده لو انا معايا $1,000,000 ورحت استوردت بيه كونتينر وكسبت فيه $100,000، انا لوحدي ما شغلتش حد معايا. لو انا بالفلوس دي
عملت مصنع وشغلت 20 شاب، انا ربنا مش هيكرمني عشان انا فتحت بيوت 20 بيت؟ طبعا طبعا طبعا. خلي كل مستثمر مصري يفكر حضرتك بالفكره دي او بالمنطلق ده. فكر انك انت توزع الشغل على الناس عشان الرزق يكتر، طيب. وعشان ربنا يبقى واقف معانا. اهم الصناعات اللي تم الحديث عنها في الملتقى، هنصنع ايه؟ هنشتغل ازاي؟ انا اسعدني جدا، او اللي متاخد في الاعتبار ان احنا هنبدا بيه حالا. طبعا ما فيش داعي لذكر شركات بالاسم، ولكن احنا هنبتدي في مجال السيارات بمستلزمات السيارات والصناعات المغذيه لها كويس جدا. المجال بتاع الطرمبات الميه احنا متفوقين فيه جدا، وسوق افريقيا معانا بقالنا فتره كبيره جدا. هتبتدي يزيد العمليه التصنيعيه فيه، هنبتدي نعمل المنتجات اللي كنا بنجيبها من بره في الطرمبات بالذات، يعني هنوصل من 70% ل 90%. احدى الشركات الكهربائيه الكبيره جدا اللي موجوده في مصر بتصدر حوالي من نص مليون جهاز تكييف في السنه، هيبتدوا نعمل الكمبرسور في مصر. هو احنا ما كناش بنعمله؟ لا يعني مش بنعمله، احنا بنعمل بس البلاستيكات اللي في التكييف حوالي من 60 ل 65%، لكن هنبتدي نعمل الكمبرسور، هو ده اهم حاجه فيه. طب احنا ما كناش بنعمل الحاجات دي؟ لا. طب احنا ما كناش بنعملها ليه؟ ما عندناش يعني الامكانيات بتاعتها. لا ما عندناش الامكانيات ولا بيستوردوها ارخص؟ يعني انا دوله بتزرع وبتقلع من الاف السنين وبتربي حيوانات من الاف السنين وكل التفاصيل دي، فما عنديش مصنع علف، ما عندي لا ما هو بص اقول لحضرتك على ايوه، او المواد اللي ما عنديش مصنع علف، ما عنديش مصنع ما علف، عنديش المادة الخام اللي داخله فيه، الماده الخام. ايوه، يعني انا ازاي؟ يعني ده جزء مكون من مكونات المجتمع المصري. هقول لحضرتك، او مثلا زي ما حضرتك بتقول احنا دوله كمان متقدمه في الصناعات. يا فندم احنا كان عندنا كارثه في العقود الماضيه، وهي بيع القطاع العام المصري. حضرتك انت النهارده بتستوردي العلف بتاع الفراخ عشان في احد مكونات العلف ده مش موجوده، كانت بتيجي من مصنع ادفينا واها اللي اتقفلوا واللي بدا لسه بادئين نبنيهم من اول وجديد. مش عايزين نتكلم في الماضي عشان الماضي محزن قوي. خلاص. اما بيع قطاع العام بتاع مصر دي كارثه في حق مصر. النهارده انا كان لازم اطوره، كان لازم اجدده زي ما اتعمل في غزل المحله. بقى يعني بالظبط ده اللي الحكومه النهارده بدات تعمله في غزل المحله وبناء ادفينا وفي دمياط اعاده بناء مصنع غزل ونسيج دمياط، وبداوا في فعلا العمدان بتاعته بدات تطلع. انا النهارده بعيد الصناعه المصريه اللي كانت موجوده في 52 برجعها تاني، برجعها على نمط اعلى، برجعها على وأرقى. على 22 على 22 لا ارجعها على اعلى من كده بكتير. يعني النهارده ما تعرفش حضرتك ان مكن السي ان اللي بيصنع المواتير بتاعه او محركات بتاعه القطارات بدأ يتصنع في مصر، والمكن فعلا جه. هو احنا 7 دولة في العالم يبقى عندها المكن ده، يبقى احنا كده فعلا مش بدينا بقى اول السلم، ده احنا اشتغلنا صح قوي. بس احنا اشتغلنا صح بعد ما عملنا بنية اساسية صح. احنا بقى علينا حاجة مهمة جدا، ان احنا نبقى عندنا الإرادة ان احنا ايه، او الوازع الديني والوازع الخلقي والوازع الوطني، ان انت بدل في ظل الازمات الاقتصاديه وفي ظل كل التحديات اللي موجوده دي دوله ورقابه. اصل انا مش هطرق الناس لافكارهم والاخلاق. هو اللي كان بيحصل لا انا هلزمهم. انا بصنع اللي هياخد حته ارض دي لو ما زرعهاش في موسم، لو عدى موسم من غير ما تتزرع، انا اسحب منه الارض واديها لحد تاني عايز يزرعها. هو ده اللي حصل فعلا في لو حد منه مديله بالظبط، لان الدوله اتكبدت كتير جدا علشان توصل للمسألة دي. كان عندنا وازع زمان ان انت اهم حاجة الفهلوه في انك انت تضحك على الدولة. الدولة تدي للشاب الخريج 10 فدادين يسيبهم عشان يبيعهم لمستثمر. الدولة تيجي تدي للشاب مزرعة سمك يسيبه عشان يبيعه المستثمر. تدي لك حتة أرض عشان تعمل مصنع، ذوي الهمم عربيات يبيعوها لحد تاني. عندنا كل ده كان ده الطبع بتاعنا. مفيش حد بقى احنا بنكرمك وانت برضو مفيش فايدة، مش عايز تشتغل. كان بالظبط برضو المصنع المصري بيعمل ايه؟ انا بجيب المنتجات من بره ارخص وبجمعها هنا وباخد الخصم بتاع الجمارك وببيعها. طب انا النهارده مصنعي وقف ليه؟ لان مش عارف اجيب من بره، ولو جبت هيبقى غالي جدا عشان وسائل سلاسل الامداد بتاعتي غلت، وعشان النقل غلي، وعشان الفريت البحري زاد بقت اضعاف مضاعفه. فانا النهارده محتاج ان انا اعمل مكوناتي هنا في مصر، محتاج ان انا اعمل ضفيره العربيه في مصر، محتاج ان انا اعمل ادق التفاصيل اللي كنت بجيبها من بره. انا متخيل انها ارخص، هي ما كانتش ارخص، هي كان بيضحك عليك بانها رخيصه. انت النهارده مصنعك وقف لان انت ما عندكش مستلزمات انتاجك. انت النهارده انا دايما بقول مثل بالبلدي، قبل ما تفكر تجيب ميكروباص تكون تعرف تسوقه، عشان لو السواق ما جاش يوم انت ما تقعدش جنبه. انت لازم تكون بتعرف ازاي تعمل ادق تفاصيل منتجك، عشان ما تفكرش في المكسب، فكر في ان الصناعه تبقى موجوده، فكر في ان انت النهارده بتورث ابنك مصنع قائم ما فيش في يوم هيقف. النهارده في مصانع كتيره جدا في مصر وقفت عشان مستلزمات الانتاج اللي بتيجي من بره مش عارف يجيبها.
ليه؟ لان انا النهارده حتى لو سعرها في بلدها زي ما هو، مفيش الفريت البحري اللي كان موجود، مفيش سلاسل الامداد اللي كانت موجوده، بقت مشكله كبيره النهارده عندي. فانا النهارده بتوطين الصناعه الصغيره في مصر وبالوقوف جنب المصانع الصغيره اللي احنا بنقول عليها تحت السلم، زي الصين بالظبط ما عملت. حضرتك الصين ما فيش فيها مصنع بيعمل منتج نهائي، كلها مستلزمات انتاج. او انا هدي لحضرتك مثل بسيط جدا زي دمياط. دمياط صناعه الموبيليا ما بتتمش في مصنع، ما فيش اللي يقول لك انا عندي مصنع موبيليا كذاب. عنده واحد بيعمل الحليه الفلانيه، واحد الله بيعمل ينور على القيمه، حضرتك. واحد بيعمل مش عارفه ايه، واحد تمام. بيعمل ايه، وبقى عندنا مدينه للاثاث عالميه. تمام، مش هي كده؟ المدينه عالميه ولكن كل واحد تحت بيته. وماله. انا محتاج ايه بقى؟ في انا محتاج النهايه في النهايه المنتجات كلها موجوده موجود. عندي في هو الحته ده دي. بقى اللي لازم يتعمل. هي دي مبادره ابدا، ان انا النهارده عامل مصنع لمبات، ما افرحش قوي ان انا جايبها 3 حتت من الصين وبجمعها هنا مقعد حريمي يركبوها في بعضها. ده مش انتاج. انا بقى عايز اعمل ال3 منتجات دول. هو ده اللي يخلي عندي صناعه بجد. هو ده الدوله عايزه تقف جنبك في الحته دي عشان ابقى انا فعلا اللي بصنع مش بجمع. انا عايز مبادره ابدا دي بنحولنا من مجمعين لمصنعين، وهو ده اللي ينجح مصر. ما عادش عندنا حاجه ناقصانا، كهرباء عندك، كل حاجه عندك، ما عادش عندك حاجه ناقصه. اللي ناقصك حاجه واحده بس، ارادتك انك تكون مصنع. لا، ويكون في فلوس برضو. ما هو يا فندم بص حضرتك، ما هو طالما هيشتغل هيكسب. يا فندم حضرتك النهارده لو وفرتي الشحن بس، شوفي كسبت كام. الكونتينر كان بيجي من الصين ب 4000 دولار، النهارده ب 21000 دولار. وفر نص الفرق. صحيح. بس وعندنا كل حاجه. الرئيس قال قبل كده انه كل واحد في مكانه هو رئيس جمهوريه المكان ده طبعا، وادى صلاحيات للبني ادمين، بس الناس لو تفهم شويه. تعرف حضرتك عندي محافظ، عندي محافظ هو رئيس الجمهوريه بتاعت المحافظه دي، يشوف كل مشاكلها، يشوف الاراضي اللي مش مزروعه اللي فيها ويشوف مشاكلهم ايه. عندنا ازمه كبيره جدا، الصناعه والزراعه متعلقين ببعض والتجاره متعلقه، يعني كله سلاسل مع بعضها. احاول كل سلسله احاول اعالج، اشوف فيها الازمه ايه واحاول احد من هذه الازمه او اقلل منها بقدر الامكان. يعني ابدا زي ما حضرتك بتقول. عشان نوصل لده بقى حضرتك لازم يبقى اللي قاعد على الكرسي مش موظف. ما بيتعاملش مع الكرسي انه موظف جاي الساعه 9 وراح الساعه 2، يتعامل على انه صاحب عمل. يعني المحافظ مع كامل احترامي وتقديري مش وظيفه اداريه، لا، انا احس ان البلد دي، ان المحافظه دي أيوة بتاعتي واجراءاتها مكسبي يا دكتور. وخسارها يعني خسارتي. حضرتك انا اديتك ارض، الدوله اديتك ارض، الارض دي مش مزروعه ليه؟ وفي ظل الازمات اللي احنا بنعانيها دلوقتي، لا، وحتى لو ملك حضرتك وانت مش زارعه، وانت مش زارعه ليه؟ يعني واخد مبوره ليه؟ المصنع ده مش شغال، ازمتك ايه؟ تعالى تفاوض معايا وشوف انت ناقصك ايه ونقدر نشتغل عليه. يعني فكره انه انا ما عنديش حل تاني غير ان انا ابدا، اللي هي المؤتمر، ما عنديش حل تاني غير انه انا ابدا واشتغل. محافظات كتير جدا ليها ظهير صحراوي. يعني احنا شفنا مثلا تجربه انه في محافظه الشرقيه عندها ظهير صحراوي، مدينه العاشر من رمضان، مصانع ودنيا ونعماله شغاله. والمحافظات اللي بجوار حتى محافظه الشرقيه ما بقتش تعاني من البطاله قوي. يعني محافظه الشرقيه ما بتعانيش من بطاله قوي لانه عندها ظهير شغال في مصانع كتير. في مدن تاني، في محافظات تانية نقدر نبدا بالظهير الصحراوي بتاعها ونحط فيها الصناعات اللي انا محتاجاها. بدأ حضرتك بقى ان تتفرجي على الظهير الصحراوي بتاع المنيا والفيوم وبني سويف، وتشوف النهضه الزراعيه اللي حصلت هناك اللي تفوق اي خيال اي حد. رائع. شوف ال100,000 صوبه اللي اتعملوا، شوف زراعه الطماطم هناك بقت عامله ازاي. والدليل على كلامنا ده حاجه بسيطه قوي، ان احنا النهارده بقى لنا 4-5 سنين ثبات سعر الخضار مع كل الازمات. كورونا احنا ثابتين، ازمه عالميه احنا ثابتين في اسعارنا. ده معناها ان انت مسيطر على الانتاج. النهارده فعلا في نهضه زراعيه في ال3 محافظات اللي قلت لحضرتك عليهم دول غير عاديه. كفر الشيخ النهارده بدات تتحول من محافظه كل راس مالها مركبين بيطلعوا في بحيره في البرولوس يصطادوا ويرجعوا ناس تحت خط الفقر. بدانا النهارده اتعملت الشركه الوطنيه للرمال السوداء وبدا يشتغل فيها. يعني المفترض ان يبقى فيها حوالي من 4000 شاب من المحافظه. والرئيس امر بان يبقى في 10% من الانتاج يعم على القرى الاكثر فقرا في المحافظات دي، عشان احس ان انا كابن البلد استفدت بحاجه من الخير حضرتك بتاعها. اتكلمت على العاشر من رمضان. في حاجه رائعه في العاشر من رمضان اللي هي منطقه الروبيكي. منطقه صناعيه غير عاديه. بدري الجديده، المنطقه بدري دي كانش حد بيسمع عنها، النهارده بدري بقت مجمع صناعي غير عادي. النهارده فعلا في طفره كبيره جدا في التصنيع. ولكن احنا مشكلتنا، وبرضه برجع اكررها تاني، عندنا ازمه ضمير. يعني حضرتك المبادره دي بدأ بقى لها 4 ايام،
في 64 واحد بالفعل توافق لهم على تخصيص اراضي، يعني لهم مشاكل واتحلت. 64 واحد من 3000 المفروض يتقدموا. ابتدي بقى وابتدي اتحرك. وفي مناشده هنا بقولها انا شخصيا للموظفين المسؤولين عن الموضوع ده، بلاش نعقد الدنيا. بمعنى ان انا النهارده موظف قاعد قدامي لوائح وقوانين، مفيش داعي اشتغل عبد الروتين. يعني الدوله او القياده السياسيه بتوفر لك الدنيا وبتسيبي الامور بقى، يعني ايه، اشتغل بقى. وانت ما ينفعش بقى انا اقوم واقف على حاجات من اللي ملهاش لازمه. لا، الدوله عملت مجموعه من التسهيلات علشان عايزه استثمار. اللي هينفذ الكلام ده الموظف. عايزه بس يبقى عنده روح القانون. عايزه يتقي الله في المواطن اللي جاي قدامه. يعني ايه، احنا فعلا يعني احنا عندنا في حاجات عملناها كويسه جدا، بس مشكلتها في الموظف اللي موجود. طورنا المستشفيات وجبنا آلات حديثة جدا ومعدات حديثة جدا، ويخش المواطن المصري الغلبان عشان يعمل أشعة يقولوا له ده الجهاز عطلان، لأن العامل اللي قاعد ملوش مزاج يشتغل. هي دي أزمة الضمير اللي عندنا. احنا عملنا مباني حلوة جدا في مثلا للشرطة وللبنوك وللكلام ده، بس تدخل البنك حتى تلاقي 10 تيلر فيهم 2 شغالين و8 لا. برضه بعذب المواطن. طب ليه؟ فالدولة بتعمل اللي عليها، ولكن ما زال عندنا مشكله ازمه الروح يا دكتور. الضمير. الروح والضمير والروح. أزمة الضمير. وازاي استشعر انه انا مطلوب مني في التوقيت ده لازم اكون واقف بجديه. يا فندم احنا لو ما وقفناش مش هيبقى في دوله. بالظبط. اللي راح ما جاش. ليبيا راحت ما رجعتش، اليمن راحت ما رجعتش، العراق راحت ما رجعتش، اللي بيقع ما بيجيش. والرئيس قال الدوله اللي بتروح ما بترجعش. احنا نحمد ربنا ان احنا واقفين وربنا معانا لغايه دلوقتي، ولازم نقف بقى مع نفسنا. احنا مطلوب مننا نقف مع نفسنا. لا، وهو بقدر ان انا عايزه اعيش حياه كريمه لازم هتعب، يعني لازم هشتغل بمناسبه حياه كريمه، لانه عايزه حياه كريمه انا اعيشها من حقي. موضوع توطين الصناعات الصغيره مع مشروع حياه كريمه ده قمه الانجاز. انا ما بحول حياه 58 مليون مواطن مصري عايشين في القرى لحياه كريمه، وبعمل لهم وحدات تصنيعيه داخل القرى دي. يعني مثلا قريه بتزرع رز يبقى انا اعمل لهم مضارب رز، قريه بتزرع فراوله اعمل لهم ثلاجه فراوله، قريه بتزرع بصله ابتدي اصنع بصل. دي الصناعات اللي هترتبط بالقريه المصريه عشان يبقى في حياه كريمه، عشان الست المصريه او الولد اللي في الريف المصري ما يفكرش انه يروح يسافر عشان يشتغل، انا هشغله في قريته. وده ارتباط المشروعين ببعض، المبادره مع مبادره حياه كريمه. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نورتني دكتور احمد البيلي خبير الصناعه والتنميه المستدامه. بشكر حضرتك على التوضيح ده، وبنتمنى انه احنا نشوف كل التيسير وكل ما يتفق عليه في اي لقاء مع رئيس الجمهوريه او مع دوله رئيس الوزراء، انه فعلا يبدا وفورا ويكون على اعلى مستوى، التنفيذ على اعلى مستوى. بنتمنى طبعا ان شاء الله انه يبقى عندنا صناعه حقيقيه تليق بمصر وتليق بالشعب المصري. شكرا دكتور احمد البيلي خبير الصناعه والتنميه المستدامه. الحقيقه انه الفقره الثانيه او الملف الثاني ايضا مرتبط بهذه الفكره، يعني لا يقل اهميه عن ده، بل بالعكس هو مكمل ليها، وهنتكلم فيها عن التسويق الالكتروني ورياده الاعمال. والضيفه هتكون استاذ دكتور هاله عنبه، استاذ التسويق ورياده الاعمال بجامعه القاهره، وهتاتيكم بصحبه زميلي احمد عبد العزيز. ودلوقتي هنشوف جزء من الفيلم التسجيلي نحو مستقبل رقمي. تابعونا.